حكم 3 مباريات، بعدين لجنة الانضباط اجتمعت وزودت مباريتين، مع انه في عرف يقضي بانه اذا اتخذت اللجنة الفنية على قرار الحكم قرار، لجنة الانضباط ما تتخذ قرار بشأنه، خلاص ينتهي الموضوع عند اللجنة الفنية لان اللائحة واحدة. الشيء الثاني انه المعلومات المؤكدة عندي انه في اتفاق وعرف انه مثل ما قلت لك اللجنة الفنية اذا اتخذت قرار ما تتخذ لجنة الانضباط، رئيس لجنة الانضباط لا يعلم عن هذا القرار شيء. يعني في مهزلة أكثر من كذا. أنا أعتقد أنه في أحد في لجنة الانضباط يستقصد يعني هذه الجزئية، كيف يصدر قرار عن اللجنة ورئيس اللجنة لا يعلم ما يدري عنها؟ وأنا عشان كذا أقول لك هذا قرار مهزلة بكل المقاييس. أجل من صدر القرار؟ صدر القرار الناس في اللجنة، أعضاء في اللجنة من غير علم الرئيس، أنه رئيس اللجنة في اتفاق بين رؤساء اللجان الفنية والانضباط، عندما يصدر قرار من اللجنة الفنية خلاص الانضباط تكتفي بما أصدرته اللجنة الفنية. فنفاجأ بقرار يعني أنا ما أدري، الحكم طرده وبعدين اللجنة الفنية طلعت قرار 3 مباريات، وبعدين لجنة الانضباط أضافت مباريتين، نتوقع بكرة أنه هو يحال على الأمم المتحدة البند السابع في مجلس الأمن. أنت اعتراضك على الانضباط، هل هناك تقصد؟ نعم في تقصد، وأنا أدعو للتحقيق. إذا طلع أنه رئيس لجنة الانضباط، وأنا أستأمن أدعو الأخ عادل البطي وأستحلف بالله أنه هو يسأل إذا كان رئيس لجنة الانضباط ما هو بمنسق مع رئيس اللجنة الفنية أنه القرار بشكل عام مو على الهلال، أنه القرارات اللي تتخذها اللجنة الفنية بناء على قرار الحكم لا تستدعي قرارات لجنة الانضباط لأنها نفس اللائحة. وإذا ما كان رئيس لجنة الانضباط ما عنده علم على القرار، إذا كان الموضوع هذا ما هو صحيح أنا مستعد أن تحمل مسؤولية كلامي هذا. الأمير عبد الرحمن بن مساعد الحقيقة أكد أن هناك عضو في لجنة الانضباط يتقصد الهلال فعمل على زيادة العقوبة. من تابع؟ في عضو في لجنة الانضباط يتقصد الهلال لأنه ما لها معنى، سابقا ما قد حصلت. كيف حكم مباراة يتخذ قرار بالطرد بالكرت الأحمر، تلي اللجنة الفنية بناء على تقرير الحكم، يعقب ذلك لجنة الانضباط تزود قرارات. تعرف هذا العضو تماما؟ نعم نعرفه. وتعرف أهدافه؟ أهدافه واضحة، أهدافه واضحة، يعني واضح الهدف، لأن هذه سابقة لم تحصل. يعني تعرفنا اللي خلانا احنا طلعنا قرار نحن نحترم قرار اللجنة الفنية، 3 مباريات بناء على قرار حكم بناء على لائحة، شكرا. وكان اعتراضنا انه في حالات مشابهة في الدوري السعودي لحالات عنف، لاعبين مارسوا هالعنف ولم يحرك تجاههم اي ساكن نتيجة التضارب بين لجنة الانضباط ولجنة اللجنة الفنية. كيف لأول مرة في تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنتين تصدر قرار على نفس العقوبة في نفس اللائحة؟ ما قد حصلت. كيف تصف القرار تحديدا؟ كيف تعلق عليه وصف مباشر لمن اتخذ القرار، الأهداف، المقاصد كلها؟ قرار لجنة الانضباط هذا يعني مع يعني إذا بغى أختار عبارة مهذبة ومؤدبة هو قرار سخيف، فقط سخيف. سخيف، ويعني سخافته بلغت مدى تجعل من الصعب، يعني يبغى لها قدرة إبداعية عشان تصف مدى سخف الموضوع. إلى أي مدى أنت متفائل بأنه لجوءكم إلى الجهات القانونية، إلى جهات أعلى من هذه اللجان اللي تقول أن رئيسها ما يدري، إلى أي مدى متفائل أن الهلال حياخذ؟ احنا سنستأنف عند الجهات القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وكلنا ثقة فيهم، سنمارس حقنا القانوني في الاستئناف، ومتأكد إن شاء الله أنه يعني عندنا ثقة كبيرة في القانونية هناك لأنه حقنا واضح. هذه سابقة لم تحدث، معروف أنه إذا اللجنة الفنية اتخذت قرار بناء على قرار الحكم لا دور للجنة الانضباط، والعكس صحيح. يعني المسألة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.